فتحت اليوتيوب المصري لقيت مشجعين لكل فرق اوروبا. لا لا لا، انتوا مش فاهمين، حرفيا لكل فرق اوروبا. عندك مثلا سري وممدوح نصر الله بيشجعوا ارسنال، وسط عبده وجو بيشجعوا ليفربول، عماره بيشجع تشيلسي، نص اليوتيوب بيشجع يونايتد. احنا عندنا البلدوزر هنا بيشجع يونايتد، تحياتي للبلدوزر. سيبك بالدوري الانجليزي خالص، عندك رامز بيشجع الدوري الايطالي، كل الفرق. يعني عندك بني ادم بيشجع كل فرق الدوري الايطالي. عدد جمهور روما في الوطن العربي 7 افراد، واحد منهم من اقوى اليوتيوبرز اللي في الوطن العربي، نصوحي بيشجع روما. يا راجل ده فرق زي سيتي وتوتنهام وولفز ليهم مشجعين. انا راضي ذمتك، وولفز عملت ايه عشان يبقى لها مشجعين اصلا؟ امال ايه يا ابو حماده؟ مش كده كل بقى كل ده على جنب. غريمي مشجعينه زي الهم على القلب، كل اليوتيوب بيشجع برشلونه. امال ايه يا جماعه؟ طب واحنا عشان بنكسب بس يعني؟ على فكره والله العظيم ساعات بنتعادل. لما نتعادل يا جماعه مين يقف معانا؟ مين يصح لنا؟ بعد كل ماتش مين يطلع يشتم بريز؟ مين يطلع يطبل لمبابي؟ مين يدافع عن فينيسيوس من العنصريه؟ مين يدافع؟ لا بجد مين يدافع؟ احنا ما عندناش مدافعين في ايه يا جدعان؟ احنا عايزين مدافع يا اسطى، يا بريز والنبي مدافع. وعشان كده انا قررت اني هتكلم باسم جمهور ريال مدريد. انا قررت البس شخصيه البطل واقول الكلام اللي كل مدريدي نفسه يقوله. احكي لكم شويه حكاوي كده في النص. من الاخر انا قررت اقول كلام ميري من مشجع ملكي. لو مهتم او لو انت من جمهور ريال مدريد، اعمل لايك، شير، سبسكرايب، فعل زر الجرس. ولو انت مش من جمهور ريال مدريد ومش مهتم، اعمل لايك وشير سبسكرايب وفعل زر الجرس، عشان واضح ان في حد قرر يستثمر فيا ويطلع صوتي للعالم، وانا مش عايز اخذله. او ولا بخذله انا كده ولا ايه؟ مش عارف. ايا يكن، انتظروني قريب جدا في الحلقه الاولى من ميري وملكي على ام كي سبورتس.